علشان ما تخشش الكلية وبعد كده تخيش فيها تلاقي نفسك انه ايه ده انا مش مطلوب يعني. تلاقي انت النهارده جونيور بعد سنه بقيت سينيور، انت بتسمي نفسك زي ما انت بتسمي بقى زي ما انت عايز لان ما حدش بيدور وراك يعني. فهل الموضوع يستدعي ان انا ادخل كليه اقعد فيها 5 سنين ده ان عديت نضيف يعني من اول مره، وهم شغالين فيه وهم مش خريجين كليه حاسبات ومعلومات بس عندهم سي في يضرب احسنها واحد خريج كليه حاسبات ومعلومات؟ طيب ازيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج تاهت والإناهة، الحلقات اللي بنتكلم فيها عن كل ما يخص ثانوية عامة، الدراسة، تنظيم الوقت، السفر، الفرق ما بين الكليات ورأيي فيها، التخصصات اللي ممكن تشتغل فيها بعد الدراسة، التخصصات الطبية المختلفة والفرق ما بينهم، وهتكلم أكتر برضو عن تخصصي كطبيب طوارئ في بريطانيا. ولكن خلينا نبدأ الحلقة دي بالإجابة عن سؤال، هو مش سؤال قوي ولكن منا طلبت مننا إن احنا نتكلم شوية عن كليه حاسبات ومعلومات. فانا شايفه ان هي فرصه كويسه قوي للناس اللي هم حاليا في ثانويه عامه وشايفين ان هم مثلا محتارين ما بين اكتر من كليه. ممكن يكون ما بينهم كليه حاسبات ومعلومات، ممكن يكون مثلا كليه هندسه، خاصه مثلا لو حاجه زي قسم اتصالات يعني. فخلينا نتكلم كده بشكل عام ايه المجالات اللي كليه حاسبات ومعلومات لما هنتخرج منها هتشغلنا فيها. ديسكليمر كده جانبي يعني، حلو ان احنا نكون نروح ندرس الحاجه اللي احنا بنحبها وان احنا نجري ورا شغفنا، ولكن في الاخر اللغه اللي احنا هنتكلم بيها هتكون الفلوس. في الاخر الحاجه دي هتجيب لك فلوس قد ايه، هتعيشك في مستوى عامل ازاي، وهتقدر تتطور فيها بشكل عامل ازاي. ولو انت واحد من غواة السفر ان هم يروحوا ويعيشوا في ثقافه تانية وتجربه تانية والحاجات دي كلها، هل الكليه دي اصلا هتأهلك انك تعرف تسافر، تعرف تعمل بيها حاجه ولا لا؟ فخلينا نشوف. طيب خلينا نبدأ بكلية حاسبات ومعلومات. ايه المجالات اللي ممكن تشغلك فيها؟ اول حاجة هي تطوير البرمجيات او السوفت وير ديفلوبمنت، وده يعتبر يعني واحد من اوسع واشهر المجالات. فبتطور مثلا حاجات زي الموبايل ابس، بتطور مواقع انترنت اللي هو ما يسمى يعني بالويب ديفلوبر، وممكن تشتغل بقى الباك اند والفرونت اند والفول ستاك والحاجات دي. وده في الغالب بيكون من اكتر المجالات المطلوبة في السوق المصري وحتى برضه مطلوب بره. ودي من الحاجات المهمة قوي وانت بتختار التخصص اللي حتى جوه الكلية نفسها الحاجة اللي هتشتغل فيها، اختار الحاجة اللي ممكن تشغلك او يبقى قدامك فيها فرص اكبر او اوسع انك انت تقدر تنتشر سواء بره مصر او في شركات كبيره جوه مصر. تاني حاجه من المجالات اللي ممكن الكليه دي تشغلك فيها مجال الاي اي والماشين ليرنينج، اللي هو يعني الحاجه المنتشره جدا واللي يعني ما فيش حد النهارده ما يسمعش عنها، الاي اي او الذكاء الاصطناعي يعني. فممكن تشتغل مطور ذكاء اصطناعي او مهندس ماشين ليرنينج، وده حسب الاحصائيات يعتبر من اعلى المجالات دخلا حاليا في مصر وفي بعض الدول الأوروبية برضو وفي أمريكا وفي كندا. تالت حاجة من المجالات اللي ممكن تشتغل فيها بعد التخرج من كلية حاسبات ومعلومات هو مجال الداتا أناليسز أو الداتا ساينس، وده من المجالات اللي بتكون مطلوبة جدا برضو في شركات كبيرة وبنوك وشركات طبية وغيرها. ورابع حاجة من المجالات برضو اللي انت ممكن تشتغل فيها حاجة زي السايبر سيكيورتي، اللي هم بيسموه يعني بالعربي الأمن السايبراني، الأمن السايبراني أو السايبر سيكيورتي، اللي هو يعني أمن البيانات والحاجات دي كلها. عارفين جو الهاكرز والكلام ده كله، بس يبقى في حاجه اسمها ايثيكال هاكر، وده بيبقى واحد مثلا بيدور على ثغرات مثلا موجوده في مواقع معينه وبيديهم الثغره، وبالتالي هم يبتدوا ايه يحلوها ويعالجوا من الثغره دي. عكس الهاكر التاني اللي احنا بنشوفه في الافلام والحاجات دي كلها ان هو بيخترق موقع معين ويطلب مثلا حاجه زي فديه او عائد معين يعني من الحاجات دي كلها. فانت يعني انت راجل بتدور على الثغرات اللي موجوده في اي نظام الكتروني او اي نظام شبكي او اي برنامج او اي موقع، وتبتدي تطلع الثغره دي وتعالجها. وده بالتالي بيكون شغلك كايثيكال هاكر، والموضوع ده بيكون يعني كبير وواسع قوي يعني. مش عايزين ندخل في تفاصيل كل حاجه، ولكن انا بحاول ان انا افرش المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها، وبعد كده ممكن نبقى نتكلم عن كل مجال بالتفصيل شويه لو حد حابب يعني. وخامس حاجه من المجالات اللي ممكن تشتغل فيها برضو بعد التخرج من كليه حاسبات ومعلومات حاجه زي النتوركينج او الشبكات.
فممكن تشتغل حاجه زي النتورك انجينير، حاجه زي سيستم ادمنستريتور، حاجه زي الكلاود انجينيرنج، يعني الشركات اللي بيبقى فيها عندها الكلاود هوستنج زي امازون والحاجات دي كلها بتبقى عندها كلاود سيستم مثلا موجود، فانت ممكن تشتغل في الكلاود انجينيرنج، وبرده من المجالات المطلوبه طبعا لو انت حد كومبتيتيف او حد منافس ليهم يعني. وبرده ممكن في جزء الشبكات ده تكون بتشتغل مثلا في بنك او في شركه اتصالات او حاجه زي كده، برده بيكون مطلوب فيها يعني. سادس مجال من المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها بعد التخرج من كليه حاسبات ومعلومات هو الداتابيز او قواعد البيانات، وممكن تكون داتابيز انجينير، ودي برده ليها حوارات كتير وكلام كتير بعد كده ممكن نبقى نحاول نتكلم عنها بالتفصيل شويه. وسابع حاجه وهي من الحاجات برده المشهوره قوي، اللي هو فاكرين لما حد يسمع كده يجي يقول لك انا شغال اي تي انجينيرنج يعني، فاللي هو نظم المعلومات او الانفورميشن سيستم، او اختصارا يعني ليها بيكون الاي تي. وده يعني لا اعتقد ان في شركه سواء يعني ميديوم لشركه كبيره او بنك او ايا كان او مستشفى او غيرها، مفيش مكان في نظام شبكي بيتهيألي يعني مفيش فيه اي تي انجينيرنج يعني. اللي فاتت دي كلها المجالات الأساسية، ولكن في شوية مجالات إضافية برضو ممكن خريج حاسبات ومعلومات ممكن يشتغلها، حاجة زي تطوير الألعاب مثلا اللي هو الجيم ديفلوبمنت، وبرضو الناس اللي بيشتغلوا في اليو اي واليو اكس، تصميم الواجهات بتاعة المواقع والابليكيشنز وتجربة المستخدم والحاجات دي. وده مجال برضو مجال مهم جدا وفي منافسة عالية قوي يعني، وبرضو الرواتب بتاعتها بتكون كويسة. وطبعا بقى بجانب كل الحاجات اللي فاتت دي كلها ممكن تكون لو انت من هواة التدريس وكده فانت ممكن تكون بتشتغل في التدريس سواء بقى في الجامعات او غيره، تكون بتدرس الحاجه اللي انت اوريدي خلاص درستها لو انت عايز تسلك السلك الاكاديمي نفسه. وطبعا من اهم المميزات لحاسبات ومعلومات هو انه هي بتفتح لك، لانه كل المجالات اللي فاتت لو خدت بالك انا بكلمك عن حاجات ليها علاقه بالشبكات والكمبيوتر والامن السيبراني والاي تي والكلام ده كله، فكله حاجات شغل في الغالب اكتر على الكمبيوتر، فبالتالي الحاجات دي بتفتح لك سكه انك تشتغل فريلانسنج. يعني انت ممكن تكون من بيتك او من شركه محليه مثلا عامله اوت سورسنج، بمعنى شركه مثلا بره مشغله شركه داخليه هنا مثلا موجوده في مصر او في اي مكان تاني، وبالتالي فرصه انك انت تكون بتقبض بالدولار، فرصه انك انت تتعرف على الكالتشرز الخارجيه، تتعامل مع ناس اجانب، يعلي من السي في بتاعك، فبتديك فرص اكبر وفرص احسن بكتير، عكس الكليات اللي بتخرجك تشتغل في حاجه لازم تكون اون ذا فلور، يعني حاجه تكون على الارض، زي مثلا حاجه زي كليتي انا كليه طب، مفيش حاجه اسمها ان انا اكون بشتغل اونلاين، يعني اي حاجه لازم اكون في جوه المستشفى نفسها او جوه عياده او جوه اوضه عمليات، فما فيش فرصه ان انا اشتغل اونلاين. يعني انا واحد من الناس اللي جربوا شغل اونلاين في مجال الجرافيك ديزاين والموشن جرافيك ديزاين وكده، وجربت الشغل على الارض والشغل على الاونلاين. فطبعا الشغل الاونلاين كان بيجيب فلوس احسن واريح بكتير وتعامل اريح، برضو بتختار بمزاجك الحاجه اللي انت عايزها. شغل الارض انت مجبر، او شغل الشركات او الشغل في الكوربريت نفسها او حكومي، الموضوع بيخليك انك انت مضطر انك تقبل باي حاجه، عكس الشغل الفريلانس بتشتغل بمزاجك شويه، وده ليه عواقب وبتاع ممكن نبقى نتكلم عنها. قولوا لي في الكومنتس لو حابين نتكلم عن تجربتي انا او رايي في الشغل الفريلانس والمجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها في الوقت الحالي بعد تطور الاي اي والكلام ده كله. فقولوا لي لو حابين نتكلم في الموضوع ده وايه الفرص اللي موجوده حاليا ورايي فيها، فانتظر رايكم في التعليقات يعني ان شاء الله. طبعا بعد ما اتكلمنا عن كل الحاجات اللي انت ممكن تشتغل فيها بعد التخرج من كليات حاسبات ومعلومات، في جزء مهم قوي لازم تكون عارفه، انه الشهاده بتاعتك لوحدها مش كفايه. ما تفتكرش انك انت هتتخرج من الكليه وماسك الشهاده بتاعتك ورايح بيها على الشركه يلا شغلوني، لا، المنافسه عاليه جدا. على قد ما انه السوق مفتوح قوي ومحتاج كتير قوي من الناس خريجين حاسبات ومعلومات، ولكن كتير قوي من الشركات ما بتعتمدش على الشهاده بتاعه الخريج على قد هو عنده مهارات قد ايه، السي في بتاعه اللي اشتغل، التجارب بتاعته قبل كده، ازاي بيعرف يهندل، يتعامل، يكوميونيكيت مع الناس. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي بتكون مطلوبه عندك في السي في. الشهاده مهمه وكل حاجه وبتديك بونص، بس في ناس تانية انا اعرفهم من واقع حتى شغلي قبل كده لما كنت بشتغل في شركات، ناس عادي ممكن يكون خريجين مجالات تانية، خريجين حقوق، خريجين تجاره، حتى خريجين كليه طب، وشغالين في حاجات ليها علاقه بالسوفت وير انجينيرنج والويب ديفلوبمنت والحاجات دي كلها، وهم شغالين فيه وهم مش خريجين كليه
كليه حاسبات ومعلومات بس عندهم سي في يضرب احسنها واحد خريج كليه حاسبات ومعلومات، فبالتالي مطلوب اكتر من الخريج ده. فانا دايما يعني هقول لكم بس حته كده يعني وجهه نظري في الموضوع، انا دايما المجالات اللي بتكون سهله الدخول من اي مكان تاني اي حد ممكن يدخلها بدون شهاده، المنافسه فيها بتكون عاليه جدا. وانا شايف ان كليه حاسبات ومعلومات من الكليات دي الكليه بتديك ثقل وبتديك شهاده كويسه وبتكون انت ستراكشرد كويس لو انت يعني كنت غاوي يعني في الدراسه نفسها يعني، ولكن برضو هي من المجالات اللي ممكن اي حد ممكن يدرس من بره ياخد كورسات يشتغل على نفسه شويه وفي الاخر برضو هيقدر يوصل لنفس المستوى بتاعك. فشغلك وادائك في الشغل نفسه بيعتمد على مدى قدرتك على انك انت تطور مهاراتك دايما اول باول، مش مجرد انك انت اتخرجت من الكليه وتعينت مثلا في شركه او في مؤسسه او كده وانا بقيت مثلا اي تي انجينير وخلاص وانت وقفت عند النقطه دي. لا، المجال بيتطور بسرعه رهيبه. احنا النهارده بنتكلم في الاي اي والماشين ليرنينج، من 10 سنين ما كانش فيه الكلام ده. اللي كان بيتكلم عن كلمه ماشين ليرنينج يعني ايه يا عم اتعلم الاله، يعني ايه اله اصلا تفكر؟ يعني انا سمعت كلمه الماشين ليرنينج قبل كده كنت بقول ايه الهبل ده، يعني ايه ماشين ليرنينج، يعني ايه اله هتفكر؟ مفيش حاجه اسمها كده. النهارده الاي اي والماشين ليرنينج موجود ومكتسح المجال وبيقضي على وظائف كتير. طيب الموضوع ده ياخدنا لنقطة تانية وهو الفرق ما بين بقى كلية حاسبات ومعلومات ونقارنها بكلية هندسة قسم اتصالات، لانه دايما في ناس كتير قوي ما تبقاش فاهمه الفرق ما بين الاثنين. ما الاثنين ممكن يكونوا بيشتغلوا يعني بصفه عامه يعني في الشبكات، الاثنين بيشتغلوا في الاي تي، الاثنين بيشتغلوا في الحاجات اللي ليها علاقه بالكمبيوتر والالكترونيات والكلام ده كله. بس ايه الفرق ما بينهم؟ انت واحد لو دخلت هندسه فكلنا عارفين يعني اللي بيدخل هندسه ده بيحصل فيه ايه يعني والدراسه بتاعتها قد ايه صعبه وكده. فهل الموضوع يستدعي ان انا ادخل كليه اقعد فيها 5 سنين ده ان عديت نظيف يعني من اول مره، ولا ممكن ادخل حاجه اسهل شويه مقارنه بهندسه؟ ما بقولش ان حاسبات ومعلومات سهله، ولكن مقارنه بهندسه ممكن تكون اسهل شويه. فايه اللي يخليني ان انا ادخل مثلا كليه هندسه قسم اتصالات وما ادخلش كليه حاسبات ومعلومات؟ فخلينا نتكلم كده سريعا عن الفرق ما بينهم. اولا ان كليه حاسبات ومعلومات بتركز على السوفت وير اكتر او البرمجيات، بمعنى انها بتركز على حاجه زي كتابه الكود ومثلا بناء الانظمه والابس التطبيقات يعني. فبالتالي بتكون بتركز اكتر على العقل اللي بيشغل الجهاز او العقل اللي بيشغل كل حاجه، على عكس الكوميونيكيشن انجينيرنج او هندسه الاتصالات فهي بتركز اكتر على الهاردوير. يبقى كليه حاسبات بتركز على السوفت وير وهندسه اتصالات بتركز اكتر على الهاردوير. الهاردوير يعني الحاجه الملموسه، الجهاز نفسه. فمثلا بتركز على حاجه زي شبكات الموبايل، الاقمار الصناعيه، الالكترونيات. فهي زي الحاجه اللي بتبني الاستراكشر او بتبني الطريق اللي الداتا بتمشي فيه او السوفت وير بيمشي فيه. يبقى حاسبات ومعلومات هي العقل اللي بيشغل، وهندسه الاتصالات هي الهاردوير اللي بيتحط عليه السيستم اللي انت بتشتغل فيه. يعني بكل بساطه مثلا خلينا نقول الموبايل ده مثلا، بلاش الموبايل ده عشان ده بيشحن، خلينا نقول مثلا الموبايل ده عباره عن جزئين، في جزء هاردوير وفي جزء سوفت وير. الهاردوير اللي هو البروسيسور اللي موجود، الرامات اللي موجوده، الهارد ديسك اللي موجود فيه، المذر بورد اللي موجوده، الكلام ده كل ده عباره عن هاردوير، حاجه ملموسه انت تقدر تمسكها. محتاجه شغل وتطوير ومن غيرها العقل ما يقدرش يدخل على الجهاز ده. بس في نفس الوقت كل القدرات الهاردوير اللي موجوده فيها محتاجه بقى عقل يشغلها، عقل يقدر يدمج ما بين البروسيسور والرام والهارد ديسك والمذر بورد ومش عارف ايه والبلوتوث والواي فاي، وحاجه تربط ما بين كلهم بيكون في تناغم يعني متكامل. فيجي الموضوع بقى بتوع شغل حاسبات ومعلومات بقى هم اللي يعملوا من السوفت وير ده علشان يقدر يشتغل على الهاردوير. فطبعا لازم يكون في تيم متكامل ما بين الهاردوير والسوفت وير بحيث ان هم الاثنين يكونوا شغالين مع بعض. زي ما بنشوف مثلا حاجه زي شركه ابل مثلا مقارنه بمثلا سامسونج مثلا. زمان شركه ابل عندهم الايكو سيستم بتاعهم لان هم بيصنعوا كل حاجه يعني ماشي الحاجات بتصنع في الصين وكل حاجه، ولكن هم كل حاجه بتكون ابل هي اللي مصمماها من اول الهاردوير السوفت وير الكلام ده كله. انما حاجه مثلا زي سامسونج مثلا، سامسونج شركه بتصنع الهاردوير نفسه ولكن السوفت وير نفسه اندرويد مثلا، مش هم اللي مصنعين الاندرويد. الاندرويد اوبن سورس، هم ممكن يكونوا بيعدلوا فيه علشان يظبطهم على حسب الهاردوير بتاعهم، ولكن السيستم في الاول وفي الاخر مبني من شركه تانية. هم بيظبطوه على الموبايل بتاعهم ولكن ستيل برضه مبني من شركه تانية. عكس ابل
هم اللي مصنعين الهاردوير بتاعهم، مصنعين السوفت وير بتاعهم، وفي تناغم قوي جدا ما بينهم. لذلك دايما الموبايلات بتاعت ابل مش دعايه ولا اي حاجه ولا بقول ان هي احسن، بس دايما هي بتفضل مكمله. ممكن تجيب موبايل ابل قديم، ايفون قديم، تلاقي ان هو شغال معاك زي الفل وسريع، في حين ان موبايل الاندرويد لو عدى عليه مثلا سنتين 3 تلاقي بيهنج وتعبان. المهم يعني احنا دخلنا في سكه تانية ملهاش اي يعني ليها علاقه شويه بالموضوع، بس يعني مش مهم نتكلم فيها بالتفصيل قوي. ولكن يعني دي فكره الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير. فهندسه اتصالات بتبني الهاردوير، وحاسبات ومعلومات بتبني السوفت وير. تاني حاجه مقارنه ما بين الاثنين وهو طبيعة الدراسة. طبيعة الدراسة في حاسبات ومعلومات انت بتدرس حاجة مثلا بروجرامين مثلا زي البايثون، بتدرس السي بلس بلس، الحاجات دي كل لغات البرمجة دي، لان زي ما احنا قلنا انت بتبني العقل، فانت لازم تكون فاهم ازاي تكتب كود. فبتدرس برضو الالجوريثمز والداتا ستراكشر والحاجات دي كلها، بتدرس الداتا بيزز، وبتدرس الاي اي والماشين ليرنينج طبعا، وكل ما يخص بالسوفت وير انجينيرنج. فهي يعني تقدر تقول كده ان هي دراسة عملية اكتر، بتعتمد على المنطقية في التفكير، ومعظم شغلك ممكن يكون على الكمبيوتر يعني او لابتوب او حاجة زي كده، لانه انت بتبني سوفت وير، بتبني عقل، فانت بتستخدم الهاردوير علشان تبني عليه العقل. فانت الهاردوير بيكون متصنع وانت تبني عليه، عكس هندسة اتصالات اللي انا بشوفها من وجهة نظري ومن صحابي ايام الكلية اللي كانوا في هندسة اتصالات يعني. فالموضوع كان بيبقى تقيل قوي، هندسة تقيلة قوي يعني. فانت بتدرس فيها الماثماتكس، الرياضيات يعني بصفة عامة بقى، التفاضل والتكامل، الحاجات دي كلها بقى بس بتقل شوية. بتدرس الالكترونكس، وبتدرس الكوميونيكيشن سيستمز والالكترومagnetic ويفز والحاجات دي كلها. الدراسة فيها بتكون بشكل كبير قوي نظرية، وفيها فيزياء كتير قوي. فانت لو واحد ما بتحبش الفيزياء والنظريات الفيزيائية والمعادلات الكتير، ففي الغالب مش هتكون مستريح في الموضوع ده unless يعني انت غاوي بقى شغل بناء هاردويرز بقى، وتشتغل في حاجات لها علاقة بالشبكات كهاردوير نفسه مش كسوفت وير يعني، فخلاص اتس اوكي، الموضوع يرجع لك يعني. تالت حاجة في المقارنة ما بينهم خلينا نقول على فرص العمل. فرص العمل في حاسبات ومعلومات لما انت بتخرج بقى الحاجات اللي قلنا السوفت وير انجينيرنج والويب ديفلوبمنت والاب ديفلوبمنت والسايبر سيكيورتي والحاجات دي كلها والاي اي والماشين ليرنينج، الحاجات دي كلها السوق بتاعها مفتوح وبيكبر. ما فيش شركة دلوقتي ما عادتش شركة من الشركات الكبيرة ما عادش بتدخل الاي اي الماشين ليرنينج في السوفت ويرز بتاعتها. كل حاجة دلوقتي بقت داخلة فيها الاي اي، فبالتالي السوق بتاعها كبير وبيكبر وهيكبر على المدى القريب والمدى البعيد. على عكس مثلا خريج اتصالات او هندسه اتصالات يعني نفسها، فانت ممكن تكون هتروح مثلا تشتغل في شركات اتصالات زي فودافون، اورنج، الحاجات دي. ممكن تشتغل في النتورك انجينيرنج، في هندسه الشبكات نفسها كستراكشر برضو مش كسوفت وير. اي نعم انت ممكن تدخل السوفت وير، بس انت مش هتكون درسه بثقل زي ما هيكون خريج حاسبات ومعلومات درسه. فبالتالي هتحتاج تشتغل على نفسك اكتر. بعد 5 سنين دراسه في هندسه اتصالات هتكون محتاج انك انت تشتغل على نفسك اكتر، بحيث انك تقدر تواكب التاني او تدرس الحاجات التانية اللي التاني درسها. لو معاك الاثنين بقى انت خلاص كده عديت يعني، يبقى زي الفل. بس يعني هتحتاج شغل ودراسة وشغل على نفسك اكتر يعني. خلينا برضو نقارن ما بين الاثنين في المرونة في تغيير المجال. في هندسة اتصالات سهل انك انت تغير ما بين الاي اي، تروح تشتغل داتا، تروح تشتغل ويب، الحاجات دي كلها، فسهل انك انت تغير ما بين المجالات بتاعتك. في هندسة اتصالات صعب شوية، لانه انت هتكون محتاج تعوض اجزاء كتير قوي انت ما ذاكرتهاش او ما درستهاش، فبالتالي الموضوع ممكن ياخد منك وقت. فالمرونة ما هياش موجودة في الموضوع ده. اصلا انت ممكن تغير، بس المرونة مش بالسهولة اللي انت ممكن تتخيلها يعني، مش زي حاسبات ومعلومات. وخامس حاجة بقى في المقارنة ما بينهم هو انه حاسبات ومعلومات زي ما احنا قلنا انه الموضوع كله بيعتمد شغلك على كمبيوتر يعني، فبالتالي في فرصة كبيرة انك انت تكون بتشتغل اونلاين وبتشتغل فريلانس. فريلانس معناها انك ممكن تكون في بيتك بتشتغل بره، فبتقبض بالدولار، حياة اسهل شوية، الاستريس اخف شوية، بتقدر تختار البروجكت اللي انت بتشتغل فيه unless انت يعني كوميتد بكونتراكت مع شركة يعني، فلازم خلاص انت مجبر انك انت تاخد الشغل ايا كان. بس في فرصة انك انت من بيتك تقدر تعمل دخل كبير قوي بالدولار وانت في بيتك، فالموضوع يفتح لك سكة كويسة يعني. عكس هندسة اتصالات، فعلشان زي ما احنا قلنا انت بتشتغل على هاردوير اكتر، فبالتالي انت لازم تكون موجود اون فلور، لازم تكون موجود في شركة نفسها. وطالما موجود في شركة، اي حد اشتغل قبل كده في
كوربريت عارف ان الموضوع في الترقي نفسه انك انت تكبر، الموضوع بيمشي تدريجي بالراحه، وده مش حاجه وحشه يعني، حاجه موجوده عادي وحاجه تحترم جدا ان دايما يكون في ستراكشر، عكس حاسبات ومعلومات فتلاقي انت النهارده جونيور بعد سنه بقيت سينيور، انت بتسمي نفسك زي ما انت بتسمي بقى زي ما انت عايز، لان ما حدش بيدور وراك يعني، شغال فريلانسر سمي نفسك اللي انت تسميه يعني. بس في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك شغلك هو اللي بيثبت انت فعلا على جونيور ليفل ولا ميد سينيور ولا سينيور ولا مثلا حاجه اكتر، فالموضوع بيفرق يعني. وكده يعني في الغالب اكون انا غطيت الاجزاء المقارنه ما بين هندسه اتصالات وحاسبات ومعلومات. في الاخر بس حابب ان انا اضيف جزئيه انه في وظائف كتير قوي على لينكد ان، يعني اللي ما عندوش اكونت على لينكد ان ادخل على لينكد ان اعمل اكونت عليه وشوف، هتلاقي فيه وظائف كتير. شوف المتطلبات بتاعه السوق. انا شايف ان الدنيا دلوقتي بقت مفتوحه لو انت ثانويه عامه، علشان ما تخشش الكليه وبعد كده تخيش فيها تلاقي نفسك انه ايه ده انا مش مطلوب يعني. مع احترامي الكليات كتير قوي، بس انت ممكن تتخرج من كليه بعد ما انت قعدت فيها 4 سنين و5 سنين في الاخر ما عملتش حاجه يعني، فاهمني؟ فدايما خليك يعني سوق العمل وايز، يعني خليك يعني متجه اكتر، يعني البوصله بتاعتك ناحيه سوق العمل هو محتاج ايه. مش مهم قوي مسمى الكليه على قد ما هو مهم في الاخر الكليه دي هتشغلك في ايه، هتديك مهاره ايه، التنافسيه على الوظائف هتكون عامله ازاي. فدايما شوف الحاجه المجال اللي هيخليك انك انت يبقى فيه فرصه على الاقل انك تطور نفسك فيه، وما تبقاش زي الكل لما تبقى يعني كده، والموضوع يبقى اسهل بالنسبه لك انك تعرف تعلى وتترقى ويبقى معاك فلوس اكتر. ويا سلام بقى لو المجال ده كمان بيفتح لك فرص سفر لبره. وبس كده اعتقد ان احنا كده غطينا كل الجوانب الخاصه بالحاسبات ومعلومات ومجالات الشغل فيها والمقارنه بينها وبين هندسه اتصالات، وان هي قد ايه بتفتح لك فرص سفر بره والعمل في شركات بره. حتى لو انت واحد مش غاوي انك انت تسافر، عايز تقعد في مصر في بيتك، ممكن تشتغل اونلاين وتكون بتحقق دخل بالدولار. فلو انت وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتسيب لي كومنت بسؤالك او برايك او باي حاجه حابب ان احنا نتكلم فيها. برضو هنعمل اسك بوكس كده على انستجرام، بحيث انه الناس اللي حابه ان هي تسال اسئله انونيمس مثلا شويه او تكون بشكل مجهول، يعني ما نقولش الاسم او كده، او حتى لو انت حابب تسالني ومش عايز ان انا اقول الاسم ان انت سالت الحاجه دي فمفيش مشكله، ابعت لي اسالني على الانستجرام. الانستجرام اكونت بتاعي هتلاقوه في الديسكربشن بوكس تحت، بحيث انه اخد منكم الاسئله ونبتدي نتكلم عن الحاجات اللي لها علاقه بالثانويه عامه والسفر والطب والكلام ده كله والكليات، بحيث ان نحاول نسهلها قدر الامكان على الناس اللي متلخبطه ومش عارفه تختار الطريق بشكل كويس يعني. وبس كده اشوفكم ان شاء الله قريب جدا ان ما كانش بكره يعني في فيديو جديد او فلوج جديد، وسلام.